السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض ستريبس كنتاكي بطريقتها الأصلية، وهقولك كده على سر القرمشة اللي هتفضل معاكي كده لحد ما تخلص وتبقى جميلة جدا، مش هتفرقيها خالص على اللي انتي بتجيبيها من برا. عملت كمان رز الريزو. تعالوا مع بعض نسمع صوت القرمشة. نسمي الله. أنا معايا كيلو من صدور الفراخ الكاملة على البلانشة كده، وهبدأ إن أنا آخد أول صدر معايا وهبدأ إن أنا أقطعه. قطعت الجزء اللي بيبقى فيه من تحت ده، وهبدأ إن أنا أقطع كده الصدر معايا لأصابع ما تكونش سميكة ولا رفيعة، لأن لو سميكة مش هتستوي معايا، ولو رفيعة هتنشف أثناء التسوية. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أقطع الأصابع بالشكل ده، وده يكون شكل الأصابع معايا. هاخد كده تاني صدر وهقطعه بنفس الطريقة الأولانية. وتقدري تقطعي الصدور بتاعتك تحطيها شوية كده في الفريزر، بحيث ان انت تقدري ان انت تقطعيها او تقطعيها فريش زي ما انا قطعتها كده النهاردة. في الوقت ده كده ده شكل الكمية كلها بعد ما قطعتها، كانت معايا بالشكل ده. تعالوا يلا مع بعض نحضر التتبيلة. في بولة معايا نزلت بنص كوباية من المية، هانزل عليها بمعلقة كبيرة مليانة من البابريكا، وهانزل كمان بمعلقة صغيرة من الشطة، وهانزل كمان بمعلقة كبيرة من بودرة البصل، وربع معلقة من بودرة الثوم، ونزلت كمان بالملح الأبيض، ونزلت كمان بمعلقة صغيرة من البهارات المشكلة. أنا استخدمت النهاردة السبع بهارات. قلبت كده المكونات كلها مع بعضها كويس جدا، وبعد ما قلبتها حطيت كده شرايح الفراخ بتاعتي، وبدأت كده إن أنا أقلبها علشان كلها كده التتبيلة بتاعتي تتخللها. طب لو التتبيلة مش مغطية كمية الفراخ بتاعتك، تقدري تزودي معلقة أو معلقتين مية كمان. في الوقت ده كده هبدأ إن أنا أغطيها وهسيبها كده في التلاجة حوالي ساعتين، وبعد ساعتين كده هبدأ إن أنا أشتغل فيها. في الوقت ده كده تعالوا يلا مع بعض نحضر الرز الريزو. في حلة معايا على النار بدأت إن أنا أنزل ب3 كوبايات من المية. ساعة الكوباية الموجودة معايا هي 200 جرام. نزلت عليهم كده ببصلة وسط قطعتها كده مكعبات صغيرة. ممكن كمان تعمليها على البلانشة زي ما تحبي. أسفة، ممكن تعمليها كمان في الكبة. في الوقت ده كده معايا 3 مكعبات من المرق، هانزل كده بيهم على المَيّة والبصل بعد طبعًا ما المَيّة ما غليت معايا. وطبعًا مكعبات المرق بتدّينا كده طعم جميل جدًا، وبتدّي الطعم اللي إحنا بنشتريه كده من برّه بتاع الرز الريزو. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أقلّب المكونات كده كلّها مع بعضها عشان مكعبات المرق تدوب كده مع المَيّة السخنة. بدأت إن أنا أنزل كده ب2 معلقة كبيرة من الصويا صوص الغامق، وده طبعًا ده بديل للصوص اللي بيستخدموه برّه، اللي هو بيستخدموه صوصات كتير كده، يعني ده هيكون بديل لها وهيدّي لون جميل للرز الريزو. وهانزل في الوقت ده ب4 مكعبات من الزبدة. وطبعًا هو بعد ما الخليط معايا كده اللي أنا عملته يغلي، هابدأ إن أنا أنزل بالرز. نزلت كده بالرز بتاعي والرز المغسول مش المنقوع. وفي الوقت ده كده وبعد كده أمّا حطيت الرز كده بدقيقة، بدأت إن أنا أكشف عنّه وأدّي له تقليبة كده، وهابدأ إن أنا أغطّي عليه وأسيبه كده يكمّل تسوية. وفي الوقت ده كده هاسيبه يكمّل معايا تسوية، وطبعًا بعد دقيقتين 3 هابدأ إن أنا أقلّبه تاني. ده هيكون شكله كده. أنا قلّبته مرّة برضه، ودي تاني مرّة. ما شاء الله كده معايا استوى وبقى زي الفل. وفي الوقت ده كده هيبقى جاهز معايا للتقديم، وهاطفي عنه وهيبقى كده معايا جاهز. تعالوا يلا مع بعض نطلع الستريبس بتاعنا من التلاجة بعد ما قعد معايا ساعتين. ده هيكون شكله معايا في الوقت ده. الدقيق حوالي 350 جرام. هبدأ ان انا اضيف له اضافات. هنزل بشوية من الملح الابيض، هنزل بمعلقة صغيرة من بودرة البصل، وهنزل بمعلقة صغيرة من الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم اللي هي بتاعة الطعمية، ونزلت بمعلقة كبيرة من النشا أو الكورن فلاور، ونزلت كمان بمعلقة صغيرة ممسوحة من الحليب البودر. وتقدري تستغني عن الإضافة دي زي ما تحبي.
في الوقت ده كده قلّبت المكونات كده كلّها مع بعضها كويس جدًا، وطبعًا ما نضيفش أي بهارات تانية علشان طبعًا ما يتغمقلناش لون الستريبس بتاعنا. في الوقت ده كده قلّبت المكونات كده كلّها مع بعضها، وصفّيت كده أصابع الستريبس بتاعتي وحطيتها كده في خليط الدقيق بتاعي، واديتها كده من 8 ل9، 10 تقليبات لحد كده ما اتغلفت كويس جدًا بالدقيق، وبعد ما اتغلفت نزّلتها كده في المَيّة المتلجة زي ما أنتم شايفينها كده معايا. نزلت كده بكمية الستريبس كلها، بس مش بانزل بيها كلها مرة واحدة، باخد واحدة واحدة كده بانفّضها كده كويس جدًا من الدقيق، وبانزّلها كده في المَيّة المتلجة، وبعدين بارجعها للدقيق، بادّيها كده من 9 ل10 تقليبات لحد كده ما بتتغلف وبتاخد التعريجة الجميلة. معايا زيت كده سخن معايا كده على النار، ويكون كمان زيت غزير. بابدأ إن أنا أنزّل فيه أصابع الستريبس بتاعتي، وبعد ما بانزّل فيه أصابع الستريبس، بابدأ كده إن أنا أهدّي النار عليه. الستريبس أول ما بينزل كده على زيت سخن بياخد تشميعة حلوة، باهدّي النار عليه علشان يستوي من جوّه، وياخد القرمشة الجميلة، وياخد كمان اللون الحلو. في الوقت ده كده وبعد ما بيتغلف الستريبس بنبدأ إن إحنا نقلّبه. في الوقت ده كده أخد معايا حوالي من 5 ل6 دقايق لحد ما أخد اللون الجميل اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقت. وأول كده ما بيستوي ببدأ إن أنا أطلعه كده في مصفى علشان طبعا يصفي الزيت الزيادة. وبعد كده ما بيصفي كده الزيت زي ما انتوا شايفين كده معايا ببدأ إن أنا أحطه على شبكة. وطبعًا مش بنحطه على مناديل مطبخ أبدًا، علشان طبعًا ما يطراش معايا، بنحطه كده على شبك لحد كده ما بيبرد. وفي الوقت ده كده بنعمل تاني مرّة وبنبدأ إن إحنا ننزل بيها في الزيت على طول، يعني مش بنعمل كده أصابع الستريبس بنبدأ إن إحنا نغلفها ونسيبها كده نركنها جنبنا، لأ بننزل بيها في الزيت على طول، علشان طبعًا ما تطراش معانا. في الأول أنا سخّنت الزيت كويس جدًا لحد كده ما الزيت بقى سخن معايا، بدأت إن أنا أحط أصابع الستريبس لتاني مرة. وبعد كده بعد ما حطيت أصابع الستريبس هديت النار عليها وبدأت كده إن أنا أسيبها حوالي 5 ل6 دقايق لحد ما أخدت كده اللون الجميل. وده بيكون شكلها بنطلعها في مصفى وبعدين بنحطها كده على شبك لحد كده بنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. وده بيكون شكل الستريبس بتاعي بعد ما خلصته كله. ما شاء الله لونه جميل جدا، آخد اللون الجميل والقرمشة الحلوة. ودي طريقة جميلة جدًا ومضمونة لعمل استريبس كنتاكي الأصلي. وفي الوقت ده كده ده شكل الرز الريزو بتاعنا. هابدأ كده إن أنا أغرفه. هنغرفه كده معايا في أطباق. وبدأت كده إن أنا آخد كام واحدة كده من الستريبس قطعتها كده قطع وحطيتها كده فوق الرز الريزو. ودي أول طريقة تقدري إن أنتِ تقدّمي بيها الستريبس كنتاكي. وتقدري كمان ما تقطّعيش قطع الستريبس، تسيبي قطع الستريبس كبيرة كده زي ما هي. اديتها كده شوية من ال الكاتشب، وطبعًا الكاتشب بيليق جدًا مع الستريبس. ونقدر كمان إن إحنا نقدّمها في ساندوتشات مع شوية من الكاتشب وكمان شوية من الخس الكابوتشا. وده شكل كده الستريبس بتاعنا، ما شاء الله أخد اللون الجميل. تعالوا مع بعض كده نسمع صوت القرمشة. وفي الوقت ده أتمنى إن يكون الفيديو عجبك، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتسيبي لي رأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.